هذه الحلقة برعاية إخوتي الأفاضل، راح ناخذكم في جولة رمضانية سريعة في إحدى الشركات المحترمة جداً، الشركة الأهلية العربية للنشاط والهمة. ومن شدة الاحترام كاتبين نرجو عدم إزعاج الموظفين النائمين. يا سلام، تعال يسار يا ابني. أيوة، الإخوة الموظفين نرجو عدم الشخير بصوت عالي، فهذا يوقظ المدير من غفوته الرمضانية. طيب وفين الموظفين؟ يا زول. يا اخي سعيد ما داوم ليه؟ الحاصل معاه شنو؟ انت ما عارف حصل معاه شنو؟ لا والله ما عارف الحاصل شنو. يا خسارة، لو ما كنتش صايم كان نفسي اقول لك يا حق. يا والله يرضى عليك، شوف نحن صايمين وما بغينا نفطر ونجيب في سيرة زعيط ومعيط. ايوه انا مالي ومال معيط وزعيط، انا ما اتكلمش على حد يا عم، وما تقعدش تجرجرني في الكلام عشان اقول لك ايه اللي حصل مع سعيد ومراته. مش عايز انا. سعيد ومراته يا العلف يا الخام، كيقول لي ايه حصل بينهم؟ لا كيف تبغاني اقول لك اللي صار بين سعيد وزوجته وحنا صايمين؟ اعوذ بالله منك، اللهم اني صايم يا اخي، اللهم اني صايم. يا حبيبي مين طلب منك انك تقول اصلا؟ وعلى فكرة ترى انا ما احب اعرف اسرار البيوت والهروج العائلية دي. هي ومن قال لك انها اسرار بيوت وهروج عائلية يا حبيبي؟ اجل ايش الهرج؟ اقول لك الزول فتح موبايل زوجته لقى فيه شنو؟ لقى فيه يا زول شنو؟ لقى شنو؟ لقى فيه الجن. يا اخي ما لك داير تخسرنا صيامنا يا اخي. اللهم اني صايم نهار رمضان. اي والله صح، نهار رمضان المفروض والله ما بتكلم في الناس، لكن هو لقى شنو؟ يا راجل اتقي الله، ازاي اكلمك كده والدنيا صيام والناس صايمين ولا عمالين يبصوا لنا؟ ازاي يا حاج سبايدر؟ ازاي انت راجل كباره وعايزين اقول لك ان الراجل فتح موبايل مراته ولقى فيه 2 مسد؟ ما ينفعش. يا خزوتك، بغيت بتقول لي 2 مسز هذا ما هو سواه منك. شوفه وعادك الا رجال كبير، وقلت لي انك حجيت بعد 2 شهر من رجالك انك حجيت. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني صايم. لكن معلومه مهمه بغيت بعرفها، الرسالتين واتساب ولا SMS؟ لو كانت رسالة عادية ما كان فطرتنا وخسرتنا صيامنا، لكن والعياذ بالله رسالة واتساب. اي والله معاك حق، وانتبي تقول لي شوف انتبي يا عمي، احنا في اخر الزمان وما نبى نخسر صيامنا على رسائل واتساب وكلام فاضي. بعدين ترى على فكرة ترى الرسائل دي ما فيها الا قلة الحياة والمسخرة والكلام الفاضي ده، وانا انسان ابغى اصوم وما ابغى اخسر صيامي على حب وغرام وكلام فاضي. اي ومن قال لك انها رسائل حب وغرام؟ انا ذاتي فهمت كده، زول بيتشاكل مع مرته عشان شنو؟ عشان رسالة اشترك معنا مثلا؟ اكيد عشان زول زيك عفن بيحنك معاها. هسه تغلط عليه ليش شنو؟ اللهم اني صايم يا اخي، اللهم اني صايم. ما يا اخي انت اللي فكيت راسنا بالكلام ده يا اخي. انا دخلي شنو بسعيد ومرته؟ ما عندنا اصحاب غيره يعني؟ شوف لنا زول تاني. كلمنا احنا مثلا عن عبد القادر الموظف الجديد. لا حاج سبايدر، احترم نفسك. الا عبد القادر ما ينفعش اقول لك عنه كلمه واحده بصراحه كده، انا بقول لك اهو. ليه؟ ورا عبد القادر القاشي؟ بتجرجرني في الكلام، انا بحس نفسي هو اللي بعت المسد لمرات سعيد. استغفر الله. يعني عبد القادر هو اللي ارسل الرسالتين دي؟ يؤسفني اقول لك ايه، وانا يؤسفني اني اقول لك انه انت بئس الصديق. انا؟ وليه؟ ايوه انت، لانه الصديق اللي يضيعني صيامي ده مو صديق. وعلى فكرة ترى عبد القادر ده رجال سرسري ومو مظبوط. ايش يبغى من مرة الرجال؟ ايش يرسل لها ويقول لها؟ انت تسألني سؤال زي كده كيفين؟ انت داير تخسرني صيامي. والله انا كان قصدي يعني قبل خشمك ده زول عويل. قبل لكن هوي قال لي هنتقابل الساعة 8. الساعة 8؟ هاي أعوذ بالله من غضب الله. يا زول أنا سألتك، أنا قلت لك قول لي، قال لي الساعة 8. أنا سألتك والله ما قصدي. والله شنو؟ اللهم إني صايم. اللهم اني صايم.
وليه هي الساعة 8 تحديدا؟ أنا بغيت بعرف دحين في الطن علمنا، قول لنا. لا بص يا حاج سبايدر، لغايه هنا وكفايه. انا ما بحبش الفتنه، وانت راجل عمال بتسرسبني من الصبح. ما تخششيش على اللي انت لابسه ده، لا ما ينفعش، مش قايل اللهم اني صايم. لا هذا ما يخسرك صيامك. شوفوا دحين الرسالة ما هي جات الساعة 8؟ 8 ما هو بعد المغرب؟ ايوه. خلاص كيف يفطرك هو بعد المغرب؟ بعد المغرب قد وقت فطور يا راجل يبقى خد بقى، انا هقول لك. عبد القادر ده بقى هو اللي بعت المسج لمرات سعيد، بعت وقال ان اقابلك الساعه 8. ايوه، وقام باعت بقى رساله تانية على موبايل سعيد، قال له انا كتبت على الساعه 8 على موبايل مراتك عشان الموبايل بتاعك معايا. والله. وبس هذا هو الموضوع وكه. ايوه كه. وانا اقول انه عندك هرجه صاحيه، طلع كله كلامك كده. هرجة صاحية زي ايش؟ زي هرجه مديرنا هو واخته. والحاصل شنو بين المدير واخته؟ والله يا اخي ما حصل حاجه، غايته ان المدير بس يعني ما هاي انت فاكرني دلوكه صاحب دايرني اكب عليك الهرجه؟ لا والله انا ما بتكلم ولا كلمه واحده. قبل هاي. كفايه يا حاج سبايدر، كفايه عمالين نتكلم في الناس والميمه. دفتر ابو 100 وش كله ذنوب، هنروح فين من ربنا يا جدع؟ اللهم اني صايم، مش عايز اتكلم انا. طب شوف انا عندي لك فكره زينه عشان الدفتر هذا ما نعبيه. تعال اليوم عندي المغرب بنفطر سوا، وبعد الفطور بنجلس وبنتحكى في زعيط ومعيط، وجايب لك على السفره خمير وبسر وكعك ومن دي يحبه قلبك صان الخم، يعني فسيخ. ايوه، ونتكلم على سعيد وزوجته وعبد القادر وامه والمدير الجديد واخته. يا عيني عليك، تصدق كده احسن يا عمي، لا نخسر صيامنا ولا اي حاجه. بعدين اقول لك لو جيتني البيت اليوم يا معلم واعدك باحلى قهوه. بس اسمع، خليني اقوم اسك الباب واجيك، ثواني بس. وكانت هذه الشركة الأهلية العربية للنشاط والهمة. وكفاية كذا، أنا تكلمت عليهم كثير، اللهم أني صايم وبس.